اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. هنعمل النهاردة مع بعض السحلب الجاهز بطريقة سهلة والطعم رهيب. طبعا كلنا عارفين ان السحلب من ألذ المشروبات في الشتاء. شتاء يعني سحلب، والسحلب دايما الراعي الأساسي اللي بنشربه في الشتاء. هنعمله النهاردة بطريقة جميلة جدا جدا. معايا زي ما احنا شايفين كده كوبايتين حليب. طبعا انت ممكن تعملي كوباية، ممكن تعملي اكتر حسب المقدار اللي انت عاوزاه. انا هنا هعمل كوبايتين بس. وعلى فكرة ممكن تعملي السحلب في البيت سهل جدا جدا، هقولك في اخر الفيديو تعمليه ازاي. وزي ما احنا شايفين الفانيليا السايلة دي جميلة، بتحطي منها كام نقطة. وطبعا الفانيليا السايلة احلى من البودرة بكتير بكتير يعني. هنحط كام نقطة كده. انا عاملة كوبايتين حليب بس. والتحلية طبعا لو بتحبي تحلي اي مشروب، لا عسل لا سكر، زي ما انت عايزة وحسب الموجود عندك. انا حطيت كده بالتقريب يعني القيمة بتاع معلقتين 3 عسل بس. بعد ما ضفت الفانيليا على الحليب ونزلت بالعسل، بعد كده بقى ناخد ايه السحلب بتاعنا، نحط معلقتين كبار هرمية زي ما انتوا شايفين كده. اوعي تزودي على كوباية الحليب اكتر من معلقة، هتلاقيها مهلبية، هتلاقي سمكه مهلبية، لان السحلب ده من ضمن المقادير بتاعته بتحط فيه نشا. فالكل كوباية حليب معلقة كبيرة سحلب بس. حلوة قوي قوي. بعد كده قلبيه كده تقلبتين 3 مع نفسه، ونسيبه كده على نار هادية، ما تعليش عليه النار عشان ياخد حقه في التسوية. زي ما احنا عارفين الاجواء باردة جدا جدا، فالمشروب السحلب ده بيدينا طاقة ومغذي وبيدفي في الشتاء، وخاصة للأطفال، ويفضل شربه بالليل للأطفال والكبار. شايفين القوام بتاعه ازاي؟ تحفة جدا. طبعا التزيين ده حاجة ترجعلك، عاوزة تحطي مكسرات، عاوزة تحطي قرفة. انا حطيت شوية قرفة صغيرين فوق الوش كده. وزي ما احنا عارفين ان القرفة جميلة جدا ومغذية وبتدي طاقة. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم. حلوة قوي. المعروف السحلب من المشروبات الشتوية اللي بتدي باور وبتدفي في الشتاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير واشتراك للقناة.